ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. الوصفة اللي قدامكم دي يا جماعة انا عملتها لان انا شفتها ترند كده على اليوتيوب والتيك توك، فقلت اما اعملها معاكم. بس بصراحة هي ما عجبتنيش خالص، مش ما عجبتنيش لطعمها او كده، لا هي طعمها معقول بس هي مش سجق يا جماعة. انا هنا كده معايا 3 قرون من الفلفل، ومعايا بصلاية كده مقطعاها، وحوالي 5 فصوص توم، وخدتهم كده في الكبة طحنتهم زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد بس وحطيت كده قرنين فلفل عشان تبقى سبايسي يعني. وبعدين هعصر بقى البصل ده، هصفيه خالص هو والفلفل، وهشيل المية بتاعته، وهاخد التفل بس. الوصفة دي على فكرة هي ما يتقالش عليها سجق خالص، هي ملهاش علاقة بالسجق ولا الطعم طعم سجق، علشان بس محدش يعملها وبعد كده يزعل على الفلوس اللي دفعها او اللحمة اللي عملها، حرام كده. انا هنا كده معايا كوبايتين من الحمص المسلوق، صفيتهم كويس كده وبعدين بطحنهم، فالكبة كانت تقال عليها فقلت اطحن الحمص كده على مرتين. اهم حاجة انك انت هتطحنيها تخليه ناعم خالص. انا كده بعمل الوصفة زي ما اتعملت بالظبط على اليوتيوب والتيك توك. انا معايا هنا كده حتة دهنة وحتة ليا. الدهنة اللي انا حطاها دي من الصنم، وضفت عليها كده نص كيلو لحمة زي ما انتوا شايفين كده احمر خالص، وجايباها لحمة كبيرة عشان ما تفكش لما اعملها كفتة. يعني انا كده مظبطة كل حاجة علشان خاطر تطلع الحاجة معايا مظبوطة. فطبعا يا جماعة هو نص كيلو لحمة مش قليل خالص، يعني نص كيلو لحمة الكبيرة دي ب150 جنيه. ال150 جنيه دولت ممكن نعمل بيها أي حاجة تانية، أو نعمل أي وجبة تانية تكون مفيدة. هي بصراحة الوجبة برضو فيها بروتين، بروتين حيواني وبروتين نباتي اللي هو الحمص. وضفت التوابل ملح فلفل اسود البهارات السبعة، وضفت كمون برضو عشان السجق بيحب الكمون. وحطيت توابل سجق. وبعد كده بقى بدعك ده كله كده بايدي، بعجنه مع بعضه خالص لحد ما يمتزج كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين برضو هاخده كده على الكبة، حبة حبة هطحنهم لحد برضو ما ينعموا معايا. وهنا بقى هحط كده لون كده نقطتين او 3 من اللون الجل الاحمر الغذائي، علشان خاطر يدينا لون السجق. وزي ما انتوا شايفين كده الوصفة لحد كده تمام وزي الفل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى كده هاخدها على الكبة، وبعدين هطحنها انعمها بقى كده مع بعض عشان خاطر الحمص بيبقى لسه فيه كده حاجات سليمة، فقلت بقى انعمها تاني. المهم برضو انا عملت الوصفة زي ما قال الكتاب كده، زي ما شفت الوصفة قدامي عملتها. وبعد كده هنا حطيت لها معلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا، قلت عشان لو في اي سوائل برضو تشربهم، ومعلقة كده صغيرة من البيكنج باودر. وبرضو هدعكهم كده مع بعض قوي، همزجهم مع بعض علشان خاطر ايه، تشرب كل السوائل اللي في اللحمة والحمص، مع ان مفيش سوائل انا مصفية كل حاجة. بصوا بقى كده هي بتتعمل معايا كده صوابع. هما بيعملوا سجق كده بدون هنك او بدون الممبار الضاني. انا عملته برضو بس على ايدي بالطريقة دي، ولا اكياس بقى ولا الكلام ده. انا قلت انا بشوف الوصفة ولو عجبتني بعد كده هعملها بالطريقة بتاعتهم، بس انا قلت اجربها. زي ما انتوا شايفين كده هي هتعمل معايا كمية كبيرة جدا، بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. بس في الاخر انا عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم هي ما ليها علاقه بالسجق، مع اني حاطه لها توابل السجق، بس هي بتطلع مقرمشه كده من بره، ومن جوه عجينه طريه. انا حتى لما عملتها كده شوحت الصوابع دي بتاعت السجق، وبعدين حطيت لها طماطم كده بقى وفلفل عشان اعملها سندوتشات بقى زي ما بيقولوا، سندوتشات للمدارس بقى وسندوتشات للولاد، ويلا بقى ووفري وكبري في الكميه وكده يعني. فقلت لما اجرب. اول ما عملتها بصراحة هي طعمها مش وحش، عشان برضو ما مظلمش حد، الطعم مش وحش. انا هنا كده كنت حطيتها ساعتين في الفريزر وطلعتها زي ما انتوا شايفين كده، عملت كمية كبيرة. وبعد كده هاخد بقى منها حبة كده اسويهم، اشوحهم كده في الطاسة، انتوا هتشوفوهم كده اول ما تشوحوا كده جمال، والصوابع ماسكة بعضها وكل حاجة كده. بص بقى احط هنا حبة زيت كده في الطاسة، وبعدين بقى هنزل كده يسخن الزيت بس، وهنزل بقى كده بالايه، بالسجق بتاعي ده اللي انا عملته بس. وبعد كده بقى هو هيتشوح معايا، هتشوفوه كده زي الفل كده ومتماسك وحاجات جميلة زي ما انتوا شايفينه كده، وشكله جميل جدا بصراحة. بس حطيت بقى عليه الطماطم
ورجعت حطيت عليه الفلفل والتوابل بقى اللي أنا هاحطها، ودُقته لقيت طعمه مش وِحِش، بس هو مش سجق يا جماعة، ومن جوّه طري جدًا، يعني كل اللي إحنا عملناه ده والصوابع متماسكة وكل حاجة، من جوّه طري أكنه عجينة بصراحة. فأنا حبيت أورّيكم الوصفة علشان خاطر برضه لو أي حد عمل صينية بشاميل أو عمل صينية كوسة أو عمل أي حاجة أو بطاطس أو أي حاجة باللحمة المفرومة دي، كانت أفيد كتير، أو النُص كيلو ده عمل كفتة كان برضه هيبقى أفيد كتير، حتى لو كل واحد خد له صباع. بس أهم حاجة نعمل حاجة، حتى بُصّوا هي بتتكسر معايا إزاي، بيتكسر معايا وأنا خايفة أقلّبه، خايفة أقلّبه عشان ما يتكسرش. فبعد ما خلّصته بقى كده قُلت أدوقه، لقيت طعمه مش وِحِش بصراحة، بس هو مش سجق يا جماعة والله. وأنا حبيت أعرّفكم وأجري على الله بقى، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.